Chưa, hồi đó chưa trưa luôn hả? Dạ. Trưa mới thôi. Vậy không đố à? Ăn sáng trễ quá đúng không? Có nằm đây nằm xuống luôn lười không? Chị nếu mà còn làm chị Sáng trên này.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي ومتابعيني في القناة، وأهلا بكل حبايبي الحلوين. النهاردة بإذن الله معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض سلايم فلافي اسفنجي جميل جميل جدا، إن شاء الله يعجبكم بكل سهولة، إن شاء الله ينجح معاكم من أول مرة لما تجربوه. هنشوف دلوقتي المكونات اللي احنا هنستخدمها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وقبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم ان انا متشكره جدا ليكم لكل تعليقاتكم الجميله اللي انتم بتكتبوها لي في الكومنتات، طبعا عن السلايمات اللي احنا بنعملها بتكون ناجحه معاكم. متشكره جدا يا حبايب قلبي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله المزيد من الفيديوهات اللي بتساعدكم ان شاء الله عن السلايمات وبطريقه جديده. وان شاء الله دايما بجيب لكم احدث الطرق واحسن الطرق اللي احنا بنستخدمها، بتكون عن تجربه وبتكون كلها صادقه وناجحه باذن الله. دلوقتي بقى يلا نشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه نجيب الطبق بتاعنا عشان نعمل السلايم. احنا دلوقتي هنستخدم الغيره عشان نعمل بيه السلايم الفلافي، الغيره الخشب اللي احنا بنستخدمه ونعمل بيه السلايم. هاخد كده معايا معلقتين اهو، معلقتين كده تقريبا في الطبق اهو كده بالشكل ده. خليهم 3 معالق عشان نعمله كده كبير ويكون حلو وباين كده قدامكم اهو كده بالشكل ده. انا خدت كده 3 معالق من الغيره اهي كده اهو كده. انا حطيت تقريبا كده 3 معالق من الغيره اهو، شايفين؟ هنشوف دلوقتي ازاي الكميه هتكبر وهتتضاعف لما نعمل السلايم الفلافي. تمام. بعد كده بقى هعمل ايه كده؟ الخطوه التانية، انا دلوقتي حطيت الغيره خلاص، هنسيبها على جنب كده، وهيكون معايا ازازه ميه عاديه، ازازه صغيره من الميه بتاعتنا، حاطه فيها تقريبا كده 3 معالق ميه صغيرين. شايفين الكميه قد ايه اهي؟ شايفين واضحه قدامكم؟ كميه صغيره من الميه العاديه بتاعتنا. وهحط فيها كده اي سائل اطباق، اي صابون او سائل اطباق عندك في البيت تقدري انت تستخدميه. هحط هنا كميه صغيره على 3 معالق ميه كده من سائل الاطباق ده، اي نوع عندك تستخدميه عادي جدا. بصوا بالشكل ده كده اهو، حطيت كميه منه، حاجه بسيطه برضو خلاص. بعد كده بقى ابتدي ان انا اغطي الازازه كده. بعد كده خلاص كده بعد كده ابتدي ان انا اغطي الازازه بتاعتي بالشكل ده كده اهو، غطيتها كويس جدا وهرجها اهو، شايفين كده؟ بحيث ان انا احصل على الرغوه الكتيره دي كده اللي في الازازه كده. انا حطيت 3 معالق ميه مع صابون بتاع الاطباق، اي صابون متوفر عندك، وبكررها عشان ما تقوليش لازم النوع ده، لا، اي صابون عندك متوفر عندكم بتاع الاطباق تقدري ان انتوا تحطوه كده اهو مع الميه. وهرج الازازه كويس جدا بحيث ان انا احصل على الرغوه اللي بتملى لي الازازه دي كده. شايفين الرغوه قد ايه في الازازه اهو بالشكل ده؟ هرجها جامد جدا بحيث ان هي تملى الازازه كلها معايا وتكون الرغوه ماليه الازازه. خلاص كده بالفعل الرغوه كلها ملت الازازه معايا كده، شايفين؟ بعد كده بجيب الغيره اللي احنا حطيناها في الاول كده، ابتدي ان انا احط عليها الرغوه اهو بالشكل ده كده. انا فتحت الازازه وابتدي ان انا انزل الرغوه بالشكل ده. شايفين كميه الرغوه قد ايه اهي؟ واضحه كده؟ انا كده بنزل الرغوه بس، بتك على الازازه كده وبنزل الرغوه. شايفين كده الازازه خلاص كده خلصت الرغوه اللي فيها، بقت معايا بالشكل ده كده اهو بالشكل ده. شايفين الرغوه قد ايه في الطبق؟
ده طبعا بديل لرغوة الحلاقة اللي علشان نستخدمها بنعمل بيها السلايم الفلافي. تمام، انا هنا بعمل لكم السلايم الفلافي ببديل رغوة الحلاقة. خلاص اهو ببتدي بقى اقلب الغيرة مع الرغوة اللي انا خدتها دي كده اهو. انا هنا حاطه رغوة بس مش حاطه صابون. شايفين الكمية بقت كبيرة ازاي؟ لسه هنضيف له مادة التماسك. واو جميل جميل جدا. شايفين قد ايه جميل. بعد كده بقى انا عايزه اضيف له لون كده عشان يديله جمال اكتر، فهديله كده لون اصفر. لون اصفر اللي هو بيكون بودر طبيعي من عند العطار زي ما قلت لكم قبل كده. تمام اهو، وهبتدي اقلبه فيه بالشكل ده كده. هنبتدي نقلب اللون مع الغيره. اهو بالشكل ده كده بقلب اللون فيه عشان يديني اللون الاصفر. شايفين كميته تضاعفت ازاي؟ الغيره مع رغوه الصابون بقى عامل كده زي رغوه الحلاقه بالظبط، وكمان ضاعف معايا الكميه. شايفين الجمال اهو. من 3 معالق غيره بس مالوا الطبق ازاي. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنحط له بقى الماده اللي هتخليه يتماسك. معايا هنا كميه صغيره من الميه، تقريبا ربع الكوبايه ميه، وهاخد كميه صغيره ده قبل كده قلت لكم عليه دينكار بنجيبه من عند العطار زي الملح كده، مش غالي يعني بجنيه كده، بيجيبوا لك حبه حلوين كده بيتنهم عندك، هتعملي بيهم كميه كبيره جدا من السلايم. وهحط عليها بقى كده يعني تقريبا نص معلقه من الدينكار على ربع كوبايه الميه كده اهو، وهقلبه بالشكل ده كده زي ما شايفين. تمام، هنحط ايه نقطه صغيره جدا، ما نكترش عشان ما يقفش كده وينشف معانا السلايم. نقطه صغيره قوي قوي كده، وابتدي بقى اقلب اهو. ابتدي اقلبه في بعضه عشان يبتدي ان هو يتماسك. انا معاكم خطوه خطوه اهوت عشان اللي يعمله يشوف كل الخطوات وينفذها وينجح معاه باذن الله. اهو بدأ ان هو يمسك كده اهو. شايفين مسك في المعلقه ازاي؟ مش عايز ينزل، بدأ ان هو يمسك. هحط كمان نقطه صغيره عشان كله يتماسك مع بعضه. هتقولوا لي يا طنط انت ليه بتحطي نقطه بنقطه، ما بتحطيش مره واحده ليه؟ قلت لكم عشان لو حطينا مره واحده هينشف مننا كده ويجمد ويبوظ مننا، فلازم نحط نقطه بنقطه عشان ما ينشفش. تمام يا حبايبي اهو. هنقلب تاني كده اهو. شايفين بدأ يربط خالص اهو. احنا كده بقى هنشيل المفرش عشان نبتدي كده نشتغل براحتنا، عشان اي حاجه تقع ما تقعش على المفرش اهو. بصوا بدأ يمسك اهو، كون كتله واحده اهو. استني يا حنين ثانيه، لسه مش هنحط دلوقتي. حطي نقطه صغيره كده يا حنين. حتى كمان لا كفايه. بصوا احنا حطينا هنا كمان نقطه. هنقلب بقى، هنقلب. انا هشيل بقى المعلقه وهعمله كده بايدي عشان احس بملمسه احسن وافضل.
تمام. وهبتدي المه كده بايدي احسن. حط هنا اهو شايفين بعد ما لميته كده من الطبق وابتديت ان انا اعمله كده بايدي، بدا ان هو يمسك خالص تماما وبقى بالشكل ده كده اهو. شايفين السلايم بعد ما عملناه اهوت. شايفين هنحطه بقى هنا كده اهو. بقى معانا احلى سلايم فلافي واسفنجي. شايفين جميل ازاي؟ بصوا كمان اهو، بصوا ملمسه ناعم وجميل جدا واسفنجي خالص. بصوا جميل ازاي، وكمان بيمط، والطرقعه كمان بيطرقع، صوته يجنن، صوته يجنن. بصوا تحفه. بصوا سامعين صوته؟ كمان بيسيب ايدي ازاي اهو. بجد احلى سلايم، من انجح السلايمات اللي عملناها مع بعض في القناه. شايفين جميل جدا ازاي، كمان ملمسه ناعم جدا اهو. شايفين كمان صوت الطرقعه، الله يجنن. سامعين الطرقعه بتاعته اهو. من 3 معالق غيره بس عملنا سلايم جميل جدا. شايفين حجمه تضاعف ازاي وبقى كبير؟ ايه رايكم في السلايم الفلافي اللي عملناه ده؟ شايفين قد ايه انسيابي وجميل ومش بيتقطع؟ لما تجربوه وتعملوه حقيقي بجد هتستمتعوا بيه جدا اهو، وهيبسطكم جدا جدا. بصوا كده جميل ازاي. شايفين قد ايه هو بيمط في ايدي كده. السلايم ده طبعا لما نشتريه من بره بيكون غالي جدا جدا، وبيكون كميه صغيره. شوفوا احنا عملناه دلوقتي بمكونات يعني مش غاليه ومش مكلفه خالص، وبتعملي كميه كبيره. ودلوقتي هنقول سؤال الحلقة. السؤال هو: ما هو اسم ناقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ السؤال تاني: ما هو اسم ناقة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وطبعا أنا هثبت الإجابة الصحيحة في الكومنتات، وأول 3 إجابات صحيحة إن شاء الله هيكونوا معايا في الفيديو الجاي. هظهر طبعا أسمائهم على الشاشة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك وشير وسبسكرايب او اشتراك في القناه، واللي لسه ما اشتركش يشرفني جدا هو يشترك معايا في القناه من خلال الضغط على كلمه اشتراك الحمراء الموجوده في اسفل الفيديو، ويفعل جرس التنبيهات على كلمه الكل عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بعمله في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الوان الميه من الالوان في الماستر الموجوده عندنا في البيت. سبق قبل كده طبعا وعملنا مع بعض فيديو بعمل الالوان المائيه في البيت بالالوان البودر، وكانت طبعا طريقه جميله جدا وعجبتكم. النهارده باذن الله هعمل لكم بقى الالوان المائيه، ازاي ان انتوا تقدروا تحولوا الالوان في الماستر لالوان مائيه بطريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله يا حبايبي الفيديو يعجبكم. دلوقتي هنبدا الفيديو بتاعنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. دي طبعا الالوان اللي انا هستخدمها، الالوان في الماستر 3 الوان زي ما شايفين كده. معايا الازرق والاحمر والاصفر، ودي هتكون الالوان الاساسيه اللي هعمل منها اكتر من لون. هنشوف ازاي هنطلع اكتر من لون بال3 الوان دي بس كده. دلوقتي نبدا الطريقه مع بعض. اول حاجه طبعا هجيب كده اي علبه بلاستيك، تمام، وابتدي بقى احط فيها كده حاجه بسيطه من الميه بالشكل ده، كميه بسيطه كده. بعد كده هبتدي اجيب اللون في الماستر ده، هبتدي ان انا افتحه واخرج منه الجزء ده كده اللي بيكون فيه طبعا اللي بيكون فيه اللون. بعد كده هبتدي ان انا اقصه اهو بالطريقه كده، بالطريقه دي كده زي ما شايفين. وهبتدي بقى كده احطه في الميه بالشكل ده اهو زي ما شايفين كده.
هبتدي اقلبه كويس كده في الميه بحيث ان انا اخرج كل اللون الموجود كده بالشكل ده. اقلبه كويس قوي عشان اخرج كل اللون الموجود كده في الاسفنجه اللي بتكون موجوده جواه كده، او اللي هي الفايبر دي بالشكل ده كده. نلاحظ ان اللون كله خرج اهو، والميه بقت صفرة خالص كده معانا. هبتدي بقى كده اصفيها كويس اهو كده بالشكل ده، اصفيها كويس جدا عشان اخرج منها اللون كله اهو. بقى اللون كده اصفر معانا تمام. بنفس الطريقه كده يكون معايا علبه تانية بلاستيك صغيره كده، احط فيها جزء صغير من الميه برضو زي ما عملت كده في المره الاولانيه اهو. وهجيب اللون اللي في الماستر برضو وافتحه كده، وهاخد منه الجزء اللي جوه ده كده وهقصه بالمقص بنفس الطريقه عشان استخرج منه اللون. بقص كده البلاستيكه اللي اهو، ببتدي ان انا اخدها واحطها في كوبايه، اقصها بحطها كده في الكوبايه زي ما شايفين بالشكل ده كده اهو. هبتدي برضو اخرج اللون كده بالشكل ده، اصفيه كويس كده بالشكل ده. هنلاحظ ان اللون كله خرج في الميه وبقى لونها ازرق تمام. يبقى احنا عملنا كده الاصفر والازرق. بنفس الطريقه هعمل الاحمر ده كده اهو بالشكل ده كده. انا استخرجت اللون الاحمر من اللون الفلوماستر بنفس الطريقه اللي عملناها، 3 الوان الاصفر والازرق والاحمر. هنشوف ازاي دلوقتي، هنكمل خطوات مع بعض. يكون معايا كده معلقه من الدقيق الابيض بتاع الطعام بتاعنا اللي بنستخدمه، هحطه كده على اللون تمام. بعد كده هحط نص معلقه من الملح، نص معلقه من الملح، يعني انا كده حطيت معلقه دقيق على نص معلقه من الملح. وهبتدي بقى اقلبهم. بعد كده بقى ابتدي اقلبهم كويس جدا، هبتدي ادوبهم كويس جدا كده اهو، عشان كده اللون بتاعي يبتدي ان هو يتقل كده ويبان ويظهر اكتر زي ما شايفين كده اهو. شايفين اللون بقى جميل جدا ازاي. اقلبهم كويس قوي لحد ما القوام بتاعي كده يتقل وما يكونش فيه اي حاجه خالص موجوده، ما يكونش عندي اي تكتلات. اتاكد ان مفيش اي تكتلات خالص في اللون. بصوا كده كده القوام بتاعه. لو حسيت ان هو خفيف هبتدي ان انا اضيف له لو حسيت طبعا ان هو خفيف هبتدي ان انا احط له كده حاجه بسيطه من الدقيق اهو. وهبتدي اقلب برضو عشان ما يكونش عندي اي تكتلات خالص اهو بالشكل ده كده. اتاكد ان كل حاجه دابت وامتزجت مع بعضها، الدقيق مع الملح واللون في الميه كله داب مع بعضه تماما اهو. بقى عندي اللون كده تمام كده، قوامه كويس جدا، لا هو خفيف ولا هو تقيل زي ما شايفين كده. خلاص كده كده خلاص ده جاهز معانا اللون ده. هبتدي ان انا بقى احط كده نفس الطريقه اللي عملتها، هحطها مع اللون الازرق. احط معلقه من الدقيق، احط معلقه من الدقيق هنا كده اهو تمام. وكمان نص معلقه من الملح بنفس الطريقه اللي عملنا بيها اللون الاحمر. وهنبتدي نقلب. بس طبعا عايزه اقول لكم ان انتوا لازم عشان تقلبوا مش هنجيب بقى معلقه تانية او عصايه ستيك تانية كده، او حتى خله اسنان. المهم ان انتوا ما تحطوش اللي انا استخدمتها في اللون الاحمر في اللون الازرق عشان ما يديش لون تاني. كده انا جبت معايا خله اسنان كده، وابتدي ان انا اقلبهم كويس جدا اهو. اهم حاجه حبيت اقول لكم الملحوظه دي، ان انتوا ما تحطوش حاجه قلبتوا بيها اللون في اللون التاني كده. كده بقى تمام، اللون معايا بقى حلو قوي قوي اللون الازرق اهو. خلاص بنفس الطريقه برضو هنحط في اللون الاصفر. خلاص كده اهو كده بقى جاهز معايا اللون الاصفر اهو بالشكل ده كده. خلاص معايا الالوان بقت معايا جاهزه، اللون الاصفر واللون الازرق واللون الاحمر تمام كده. هبتدي بقى دلوقتي استخرج من الثلاث الوان دي كده اكتر من لون، وهنشوف دلوقتي هنعمل ازاي. هيكون معايا كده بصوا كده، انا جايبه هنا الغطيان بتاعه الازايز الحاجه الساقعه، الغطيان بتاعتها. وهنبتدي كده نعمل الميكس بتاع الالوان بتاعتنا. هنحط الاحمر مع الاصفر عشان يدينا اللون الاورنج تمام.
هحطها هنا كده. ناخد كميه صغيره من اللون الاحمر اهو، وهحط عليه كميه صغيره من اللون الاصفر اهو كده اهو بالشكل ده، وهقلبه كويس. هنلاحظ ان اللون بدأ كده يقلب على اورنج لما حطينا الاصفر على الاحمر، عملنا ميكس وادانا اللون البرتقاني او اللون الاورنج، عملنا لون رابع. هنبتدي بقى كده نعمل لون تاني كده من الميكس برضو. هحط الاحمر مع الازرق ونشوف هيدينا لون ايه. هبتدي احط اللون الاحمر كده هنا اهو مع اللون الازرق، هنشوف كده هيدينا لون ايه. بصوا كده شايفين اللون بقى ايه؟ هنلاحظ ان اللون بقى بنفسجي. لما بنحط اللون الازرق مع الاحمر بناخد اللون البنفسجي كده اهو، بقى معانا كده لون تاني. عملنا اللون البنفسجي زي ما شفنا كده، اللي هو ده عملناه من اللون الاحمر مع الازرق. خلاص دلوقتي بقى احط اللون الاصفر هنا كده مع اللون الايه، اللون الاصفر اهو مع اللون الازرق عشان يدينا اللون ايه بقى، اللون الاخضر. برافو عليكم بالشكل ده. وابتدي اقلب اهو بالشكل ده كده، ادانا اللون الاخضر. اما حطيت الازرق مع الاصفر ادانا اللون الاخضر زي ما واضح كده في الخله اللي انا بقلب بيها، بقى لون اخضر. خلاص يبقى احنا كده عملنا ميكس، عملنا الاورنج والبنفسجي والاخضر من ميكس الالوان اللي احنا عملناها. دلوقتي بقى هنحط كده، هناخد لون، احنا عملنا كام 6 الوان. دلوقتي هناخد بقى لون سابع. هنحط الايه، اللون الاحمر. بصوا هناخد كده جزء من اللون الاحمر مع اللون الايه الاخضر ده اهو عشان يدينا اللون البني. تمام. طبعا الستيك ده اصلا لونه احمر عادي جدا، لان انا حاطه لون احمر مع الاخضر، فهيدينا اللون الايه البني. بصوا بقى لون بني ازاي. دلوقتي بقى يلا نعمل تجربه عملي كده. هنجرب الالوان دي كلها كده على الورقه عشان نشوف الالوان، وضوح الالوان كده على الورقه مع بعض. دلوقتي بقى هنجرب كده الالوان على الورق. هاخد كده الفرشه اهي وابتدي ان انا احط في اللون. اخد كده لون اصفر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. وهبتدي كده اهو، شايفين ملون اهو اللون الاصفر جميل جدا ازاي، شايفين قد ايه واضح وجميل. بصوا بقى كده هبتدي ان انا يكون معايا كده حاجه فيها ميه، اي كوبايه فيها ميه كده، عشان اغسل فيها الفرشه ما بين كل لون والتاني عشان اللون ما يختلطش ويديني لون تاني. ماشي. هسقط كده الفرشه بتاعتي في الميه وابتدي اخد لون تاني. جرب لكم اللون كده، وليكن اللون الايه الاحمر اهو. شايفين جميل جدا ازاي، ولما بينشف بيبان لونه اكتر. نحط الفرشه بقى كده في الميه عشان نخرج منها اللون، عشان ما يمتزجش مع اي لون تاني. وهنشفها بمنديل كده عشان ايه بقى، عشان ما يكونش فيها ميه. تمام. ناخد بقى اللون البني كده، ليكن اللون البني نجربه. بسم الله اهو، شايفين اللون البني اهو. يبقى احنا كده جربنا جميع الالوان، وزي ما شايفين كده كل ما اللون بينشف كل ما بيبان وضوحه اكتر اهو. شايفين كل ما بينشف كل ما بيبان اكتر. اتمنى يا حبايب قلبي كده الفيديو يعجبكم ان شاء الله. شوفنا دلوقتي ازاي نقدر ان احنا نعمل الوان ميه من الالوان في الماستر بطريقه سهله جدا وبسيطه. ما تنسوش بقى اللايك وشير واشتراك في القناه، واهم حاجه تشيروا الفيديو مع اصحابكم. منتظر ارائكم في الكومنتات. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة باذن الله هنعمل مع بعض طلاء الاظافر في البيت، او المانيكير الاسلامي هنعمله مع بعض. سبق قبل كده طلبتوا مني ان انا اعمل لكم المانيكير الاسلامي في البيت، وان شاء الله النهاردة هنعمله مع بعض، وان شاء الله مكوناته كلها هتكون موجودة في كل بيت وسهلة جدا. ودلوقتي هنشوف المكونات اللي احنا هنستخدمها. طبعا هنا هيكون معانا اي ازازه بتاعت مانيكير تكون قديمه كده. طبعا هنا هيكون معانا كده ازازه مانيكير بتكون عندنا تكون فاضيه.
بنغسلها طبعا كويس جدا، تمام، عشان نقدر ان احنا نستخدمها مره تانية في المانيكير اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. كده بنستخدمها كويس، بنغسلها كويس، وكمان بنغسل الفرشه، وبتكون بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين معايا. خلاص. في كمان بدائل تانية ممكن نستخدمها لو احنا مش متوفرة عندنا ازازة المانيكير دي. ممكن نستخدم بدائل كتير جدا هقول لكم عليها دلوقتي. بصوا كده، ممكن نستخدم ازازة البرفان دي او ازازة الريحة دي كده اهي، بتكون اللي هي الازازة اللي احنا بنحط فيها البرفان، بتكون بالشكل ده كده. دي ازازة برفان طبعا فاضية عندي، وبستخدمها للمانيكير اللي هنعمله دلوقتي كده. ولو ما عندناش الفرشه بتاعه الازازه بتاعه المانيكير دي، بنستخدم بديل للفرشه اللي هو اللي احنا بننضف بيه الودان ده كده، الستيك اللي احنا بننضف بيه الودان، بنستخدمه كبديل لفرشه ازازه المانيكير العاديه بتاعتنا. يعني بنقدر ان احنا نستخدمه بمنتهى السهوله. بنحطه طبعا هنا كده وبناخد مانيكير، وبنقدر ان احنا نحطه على الاظافر بمنتهى السهوله. او ممكن برضو تستخدموا من العصايه اللي بتكون في ازازه الريحه دي كده، برضو تستخدموها. بس طبعا العصايه دي كده اللي احنا بنستخدمها للودان بتكون اسهل جدا، عشان القطنه اللي بتكون فيها دي بتكون اسهل في استخدام المانيكير. خلاص كده، ده كبديل لازازه المانيكير العاديه. في بديل تالت كمان هقوله لكم دلوقتي، الغطيان بتاعت ازاز الحاجه الساقعه اللي احنا بنستخدمها، ازازه الميه عندنا في البيت او ازاز الحاجه الساقعه، ممكن ان احنا نعمل المانيكير بتاعنا في الغطيان دي كده، برضو بتكون بطريقه سهله جدا. انا بقول لكم جميع البدايل عشان اسهل عليكم الموضوع. وكمان هيكون عندي بديل تاني كده لازازه المانيكير العاديه. هيكون عندي العلبه الصغيره دي كده، دي علبه فاضيه عندي، ببتدي ان انا استخدمها عشان اعمل فيها طلاي الاظافر الاسلامي اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. خلاص، يبقى كده اي عبوه عندنا ممكن ان احنا نقدر نستخدمها. خلاص كده بالنسبه للعبوات احنا كده عرفنا هنستخدم ايه. نيجي بقى للطريقه اللي احنا هنعمل بيها طلاء الاظافر الاسلامي دلوقتي كده مع بعض. دلوقتي هنشوف المكونات اللي احنا هنستخدمها عشان نعمل بيها طلاء الاظافر الاسلامي. هيكون معايا العلبه دي كده اهي، اللي هي الفاضيه عندي كده. هحط فيها بقى استخدم ايه؟ هستخدم غيره الخشب اللي احنا بنجيبه من عند محلات الدهانات والبويات. هنا معايا غيره بنتا او اوكي، اي نوع غيره هينفع جدا في المانيكير اللي هنعمله دلوقتي كده. ودلوقتي هاخد بقى كده جزء صغير منه، عشان احنا طبعا هنعمل بقى كده يعني هنجرب في جزء صغير، تمام، عشان نعمل الوان كتيره منه ان شاء الله كده دلوقتي. اهو بصوا كده، انا خدت الكميه دي كده في العلبه، كميه صغيره جدا اهي، غيره من المعلقه هنا كده في العلبه اهو. بعد كده هحط كميه صغيره من الميه اهو، نص المعلقه كده تقريبا من الميه، يعني بيكون كده يعني حوالي التلت والتلتين، التلتين غيره والتلت ميه، تمام. هبتدي بقى اقلب كده الغيره مع الميه كويس جدا اهي. انا طبعا زي ما قلت لكم بعمل كميه صغيره كده كتجربه عشان اوريكم اهو. كده بيكون معايا بالشكل ده كده. بعد ما قلبت الغيره في الميه زي ما قلت لكم، التلتين غيره والتلت ميه. وطبعا هنا انا بعمل كميه بسيطه عشان اوريكم. طبعا لما تكونوا بتجربوا كده تعملوا كميه بسيطه من المانيكير عشان تحطوها، يعني ممكن في مناسبه عايزين تحطوا المانيكير ده، او مثلا بتعملوا بقى كميه بسيطه كده عشان تحطوها بلون معين مع اللبس بتاعكم اللي انتوا عايزين تلبسوه. بتكون حاجه مؤقته كده، فبتعملوا كميه بسيطه كده على قد الغرض اللي انتوا عايزين تحطوا المانيكير ده عشانه، يعني سواء راحه مناسبه بقى او عايزه تحطيه على حسب اللون اللي بتعمليه، لون اللبس بتاعك، فبتعملي كميه صغيره كده يعني للغرض الواحد، يعني مش كميه كبيره، تمام. عايزه تكتري الكميه عادي، بتملي العلبه كده التلتين وتحطي التلت ميه، بيكون معاكي كميه كبيره. خلاص، هبتدي دلوقتي بقى اضيف اللون عشان يديني اللون المانيكير بتاعي زي ما انا عايزه. عندي هنا لون بودر، لون طعام احمر، ده لون طعام احمر بنجيبه من عند العطار، لون بودر اهو، هنحطه عليه عشان يديني اللون الاحمر. وطبعا درجه اللون انت بتتحكمي فيها، عايزه لون احمر غامق هتبتدي تقلي اللون، عايزه لون احمر فاتح هتقللي اللون بالشكل ده كده معايا اهو، عشان يديني اللون الاحمر، تمام كده اهو. زي ما شايفين كده معايا كده بقى جاهز باللون الاحمر اهو. ودلوقتي برضو هنجربه مع بعض، تمام. هنسيب دي بقى كده على جنب، طبعا هنغطيها بالغطا بتاعها وهنسيبها على جنب، ونشوف كده نعمل لون تاني. هنجيب بقى الغطا بتاع الازازه كده ونعمل فيه مانيكير اسلامي او طلاء اظافر اسلامي بلون تاني، برضو نفس الخطوات هنعملها
اهو بالشكل ده. برضو انا حطيت هنا في غطا الازازه ده برضو غيره، التلت والتلتين، يعني حطيت كميه صغيره من الغيره وعليها تلتها ميه، وببتدي اقلب كده كويس جدا. ودلوقتي بقى هنشوف هنحط له لون ايه كده. هيكون عندنا بقى كده طبعا اي شادو عندك كده الاكسباير بتاعته منتهيه كده، منتهي الصلاحيه، تقدري ان انت تستخدمي اي لون منه كده عشان تحطيه على المانيكير اللي هتعمليه. يكون بقى هناخد كده اللون اللي هو الموف ده كده، هاخد منه كده بطرف المعلقه وهحط منه على الغيره اهو بالشكل ده. ناخد كميه بسيطه منه تاني بالشكل ده كده، ونبتدي نقلبه وهنقلبها مع بعض كده. بدأ اللون يتقل كده ويبان معانا باللون اللي هو الموف اهو كده. ده شكله طبعا بعد ما قلبت الاي شادو كده فيه بقى لونه بالشكل ده كده، زي ما شايفين كده لونه موف كده، مدي على موف جميل جدا. وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تتحكموا بقى في اللون على حسب اللبس اللي انتوا عايزين تلبسوه، وتقدروا بقى تستعملوه كده بعد الوضوء على طول. تحطوا المانيكير الاسلامي ده كده وبيتشال بسهوله جدا زي ما هنشوف دلوقتي كده. هنجرب مع بعض. وطبعا في وقت الصلاه بتشيلوه تتوضوا، يعني هو جميل جدا بقى، بحيث ان انتوا طبعا تشيلوه في وقت الوضوء كده ويتحط كده بشكل مؤقت. سهل جدا في الازاله زي ما هنشوف كده دلوقتي، بتشال بكل سهوله. عملنا كده اللون الموف وعملنا اللون الاحمر اهو تمام. هنبتدي بقى دلوقتي، وزي ما قلت لكم اي لون تقدروا ان انتوا تعملوه من الاي شادو ده كده. ممكن كمان تعملوا ميكس، تحطوا لون ازرق مع لون اخضر مثلا يدي لون تاني، او لون احمر، يعني تجربوا كده تعملوا ميكس كده في الالوان دي كلها ويديكوا لون تاني جميل جدا تمام. دلوقتي بقى هنجرب كده المانيكير اللي عملناه كده مع بعض. دلوقتي بقى هنجرب كده، هجيب عصايه تنظيف الودان كده، وهاخد جزء من طلاء الاظافر الاحمر اللي احنا عملناه كده اهو، وهبتدي مثلا احط كده على الضافر زي ما شايفين كده اهو كده بشكل طبيعي، شكل سهل جدا. ببتدي احط كده على الضافر اهو زي ما شايفين اهو اهو، وبسيبه بقى كده لمدة يعني تقريبا دقيقتين 3 كده لحد ما ينشف، وهنشوف هيتشال معانا ازاي بمنتهى السهولة. وادي المانيكير طبعا بعد سيبناه حوالي دقيقتين كده هنشوف ازاي هو بيطلع بمنتهى السهولة اهو. هقشره قدامكم شايفين، قربوا منكم اكتر، شايفين هو ازاي بيطلع. بصوا بيتقشر كأنه كتلة واحدة وبيطلع اهو، بيطلع بمنتهى السهولة، بيبقى حتة واحدة كده بيطلع ازاي اهو. ادي المانيكير اللي احنا عملناه، شايفين بقى عامل ازاي نشف على ايدينا وبيطلع بمنتهى السهولة. فكرة جميلة جدا ان انتوا تعملوها في البيت، هيتشال معاكي بمنتهى السهوله كده في الوقت اللي انت طبعا حابه ان انت توضي وتصلي فيه، هتشيليه بمنتهى السهوله، وبعد كده تقدري انت تحطيه تاني برضو. دلوقتي بقى نجرب المانيكير اللي احنا عملناه كده باللون اللي هو الموف ده كده بالاي شادو. هنحط كده برضو بسم الله اهو كده. طبعا انا بوريكم بدايل للفرشه بتاعت ازازه طلاء الاظافر اللي هي المعتاده بتاعتنا. لو مش متوفره عندكم تقدروا ان انتوا تستعملوا اللي انا بستعملها دي كده بتاعت الودان اهو بالشكل ده اهو كده شايفين اهو كده اهو. هسيبه برضو دقيقتين كده ونشوف هيتشال ازاي بمنتهى السهوله اهو. شايفين لونه كمان رقيق جدا ازاي، اللون اللي هو الموف الفاتح ده جميل قوي 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 اهو. وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تتحكموا في اللون زي ما انتوا عايزين. وده كمان لون انا كنت عاملاه طبعا لون كده من الاي شادو برضو على بني كده اهو تمام. يبقى احنا كده عندنا الاحمر والموف والبني تمام. وده الطلاء الاسلامي الموف اللي احنا حطيناه طبعا بعد ما سبته كده دقيقتين وبدأ ينشف خلاص. هقول لكم ازاي هو بيبتدي ان هو يتشال بمنتهى السهوله. زي ما شلنا كده الاحمر هنشيل ده برضو اهو، اوريكم اكتر. بصوا بيتشال ازاي بمنتهى السهوله اهو. بشيله حته واحده ازاي اهو، كتله واحده بيتشال كده على بعضه من على الضافر بمنتهى السهوله
اهو زي ما شايفين كده. بصوا ازاي اهو اتشال بمنتهى السهوله خلاص، والضفر معلوش اي حاجه خالص. اهو ده الموف وده الاحمر اللي احنا لسه شايلينه مع بعض دلوقتي. مفيش اسهل من كده طريقه عملنا بيها طي الاظافر، جميله جدا. تقدري انت تعمليه في البيت بكل سهوله باي لون انت حباه، من غير ما تشتري اي حاجه من بره وبدون اي تكلفه. تقدري تعملي الالوان اللي انت عايزاها زي ما شفنا كده. عملنا الاحمر والموف، وكمان عملت برضو اللون اللي هو البني من الاي شادو اللي شفناه مع بعض كده. اهو عملت اللون البني، اوريهولكوا برضو بيكون لونه عامل ازاي. اهو كده ادي اللون البني ما بيتحط برضو جميل جدا، اللون اللي هو البني الكاكاوي كده. اهو بالشكل ده. اهو كده بالشكل ده اللون اللي هو الكاكاوي، تالت لون. اهو جميل جدا برضو. تمام كده. وبكده نكون عملنا الطلاق الاسلامي في البيت بمكونات سهله جدا وبسيطه وبنتيجه ممتازه. اتمنى حبايب قلبي كده الفيديو يعجبكم ان شاء الله. متنسوش بقى اللايك وشير واشتراك في القناه، واهم حاجه تشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد والفايده تعم. ولسه مش اشتركش في القناه يسعدني جدا ويشرفني ان هو يشترك في القناه من خلال الضغط على كلمه اشتراك الحمراء الموجوده في اسفل الفيديو. واهم حاجه يضغط على جرس التنبيهات، يضغط على كلمه الكل عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بعمله وبينزل في القناه. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. والنهارده معانا فيديو جديد هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان بمقادير مظبوطه جدا. ان شاء الله هيطلع معاكي احسن من اللي بنجيبه من بره بكتير، احسن من الجاهز. بمقادير مظبوطه هنمشي عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. المقادير اللي انا هستخدمها معايا 400 جرام من الدقيق. تمام. ما يعادل 3 كوبايات، يعني 400 جرام من الدقيق. لو انت عايزه تستخدمي بالجرامات، لو انت بقى عايزه تستخدمي بالكوبايه، ده تقريبا 3 كوبايات من الدقيق. وكمان معايا 200 جرام من الزبده بدرجه حراره الغرفه. وكمان معايا 100 جرام من السكر المطحون. تمام. وكمان هيكون معايا صفار بيضتين. دي صفار بيضتين واخده منهم الصفار بس بالشكل ده كده. هفصل البياض عن الصفار واخد الصفار بس. تمام. المقادير مره تانية، معايا 400 جرام من الدقيق، 200 جرام من الزبده بدرجه حراره الغرفه، 100 جرام من السكر المطحون، وصفار بيضتين مفصولين عن بعض بس كده. دي المقادير بالجرامات. عايزه بقى المقادير تستخدميها بالكوبايه، هيكون معاكي 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه ونص من الزبده، و3/4 كوبايه سكر مطحون. وهيكون معايا طبعا فانيليا، هستخدم الفانيليا تكون حاجه بسيطه كده بالشكل ده كده. دلوقتي بقى يلا عشان نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه بقى هعملها طبعا الزبده زي ما قلت لكم لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني تكوني مطلعاها من التلاجة كده وتسيبيها في المطبخ تقريبا نص ساعه كده لحد ما تاخد حراره المطبخ. تمام. هبتدي بقى احط السكر المطحون على الزبده كده بالشكل ده. اهو دي 3/4 كوبايه من السكر المطحون على كوبايه ونص من الزبده، او 100 جرام من السكر المطحون على 200 جرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ. ابتدي بقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اضربهم بالمضرب بالشكل ده كده. اهو بسم الله. بس قبل ما اضربهم كده ابتدي ان انا ادخل السكر كده في الزبده عشان ما يعفرليش المكان. اهو عشان بس ايه لما باجي اضرب بالمضرب ما يبتديش بقى السكر يطير كده ويعفر لي المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده اهو بدأت الزبده تختلط بالسكر بالشكل ده كده. بعد كده بقى هعمل ايه، هضيف صفار بيضه واحده بس كده. اهو هاخد صفار بيضه اهو كده. انا خدت صفار بيضه واحده، وابتدي بقى احط الفانيليا. طبعا طالما حطيت البيض يبقى لازم احط الفانيليا عشان الزفاره. اهو كده حطيت الفانيليا. هبتدي بقى اضرب كده عشان الصفار يدخل كده في الزبده والسكر.
كده بقى هضيف الصفاره التانية اهو. هبتدي اضيف الصفاره التانية بالشكل ده. يعني انا هضيف الصفار بتاع البيضتين على مرحلتين كده، واحده ورا التانية. تمام. وهبتدي اضرب برضو بنفس الطريقه. دلوقتي بقى بعد ما ضربت البيض والسكر والصفار البيض وكمان مع الفانيليا، هبتدي بقى دلوقتي احط الدقيق. ولازم الدقيق يكون منخول تمام عشان البيتيفور بتاعك يكون هش كده، ما يكونش مكتوم، فلازم يكون الدقيق منخول. هبتدي بقى اضيف الدقيق كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اقلب. هضيف كمان كميه تانية من الدقيق اهو بالشكل ده، واقلب كويس برضو. بالشكل ده كده. هنزل كل اللي في المعلقه وابتدي بقى اعمل العجينه بايدي كده عشان احس بملمسها كده بالشكل ده. بسم الله. ابتدي بقى الم العجينه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى هضيف الكميه التانية من الدقيق كده، اخر كميه معايا بالشكل ده كده. خلاص انا حطيت كميه الدقيق كلها، وهبتدي برضو الم العجينه بتاعتي بالشكل ده. بسم الله. بالشكل ده كده كده العجينه بتاعتي بسم الله ما شاء الله بقت جميله جدا، ولمت اهي عجينه ناجحه تماما اهي. شايفين اهو ملمسها ناعم وجميله جدا اهي. شايفين الملمس بتاعها اهي. شايفين عجينه البيتيفور جميله جدا وناجحه اهي. تيجي بقى المها كده. طبعا انت مش بتعجني فيها دوبك بس كده، بتلميها كده بتدخل يعني دوبك كده بس بتلمي الدقيق ببقيه المكونات، مش بتعجني فيها خالص. عجينه البيتيفور مش بتتعجن، بنلم بس كل المكونات مع بعض كده لحد ما تختلط مع بعضها وتمتزج مع بعضها وتبقى بالشكل ده. تمام كده يا حبايب قلبي اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله ناجحه تماما وسابت ايدي خالص اهي. ازاي اهي مفيش حاجه في ايدي خالص اهي كده. خلاص عجينه البيتيفور جاهزه معايا تماما. مش هشتغل فيها بقى دلوقتي، هحطها كده في التلاجة تقريبا كده ربع ساعه. لازم تسيبيها ترتاح كده في التلاجة من ربع ساعه نص ساعه كده، وهنشوف ان شاء الله نشتغل بيها مع بعض. دلوقتي بقى العجينه هي بتاعت البيتيفور بعد ما طلعتها من التلاجة، هبتدي بقى دلوقتي اشتغل فيها. بس طبعا هبتدي بقى ان انا اقسمها لجزئين، عشان هعمل جزء بالشوكولاته او بالكاكاو، وجزء هيكون ابيض بالشكل ده كده. هاخد بقى نصها كده بسم الله الرحمن الرحيم، هقسمها كده لجزئين اهو. هخلي الجزء الاكبر بالشوكولاته عشان هم ولادي بيحبوا اللي بالشوكولاته. تمام. هاخد بقى الجزء ده كده عشان اعمله بالشوكولاته، واسيب الابيض ده كده بالشكل ده كده. هاخد بقى كده الشوكولاته بتاعتي او الكاكاو الخام، هاخد بقى كده معلقه صغيره من الكاكاو الخام بالشكل ده اهو. وكمان هحط كمان معلقه صغيره كده، ما يعادل يعني معلقه كبيره ممسوحه كده من الكاكاو الخام. تمام. وابتدي اقلب دي كده اهو، اللي هتكون معايا بالشوكولاته بالشكل ده كده.
هو كاكاو خام دريم، جميل جدا برضو. ده اللي انا استخدمته، حطيت منه الشوكولاته على الفوق. تمام. دلوقتي بقى هعمل ايه الخطوه التانية مع بعض كده. دلوقتي بقى طبعا جبت الصاج كده وابتديت ان انا اعمل اشكال. طبعا حطيت العجينه بتاعتي كده في كيس الحلواني، وابتديت بقى ان انا اعمل اشكال زي ما شايفين كده. عملت شكل الورده والشكل ده اهي. هعمل كمان واحده كده اهو، بصوا تبقى كده اهي. بعد كده نلفها تبقى كده بالشكل ده كده، اللي هي بتبقى الشكل ده اللي بيعملوه طبعا في المحلات. تمام. طبعا الصاج بقى انا مش هدهنه سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، لان هو البيتي فور اساسا في السمنه بتاعته. انا خلصت كده، عملت الصاج بالشكل ده كده اهو، وعملت برضو الجزء اللي هو البني واللي هو المشكل الابيض في البني ده، طبعا اللي هو كان في اخر القمع حطيت عليه البني واداني بالشكل ده كده، اللي هو ده كده البني على الابيض. تمام كده. وعملت هنا شكل الوردات والاشكال التانية اللي هي الدوريات دي كده. ده اول صاج طبعا اهو خلصته. هبتدي برضو اعمل الجزء التاني بنفس الشكل ده كده برضو. طبعا هحطه بقى على الشبكه كده في الفرن، ومش هولع عليه الشوايه، هولع الفرن من تحت بس، وهحطه على درجه حراره 170. وهسيبه كده من 10 دقايق لربع ساعه. ابتدي ابص عليه لحد ما يبتدي ان هو بقى كده يستوي معايا. مش عايزاه ياخد لون خالص من فوق، وبعد كده هنشوفه مع بعض لما يخرج من الفرن. ده كده شكل البيتي فور بعد ما خرج من الفرن. وطبعا سيبته يبرد تماما. قبل ما تزينيه لازم تسيبيه يبرد براحته خالص. عايزه اقول لكم كمان انا حطيته في التلاجة كده لحد ما يعني برد، وسبته في التلاجة كده تقريبا 3-4 ساعات كده. وبعد كده هبتدي ان انا ازينه دلوقتي زي ما شايفين كده يا حبايب قلبي. جميل جدا البيتي فور اهو بعد ما استوى، دي النتيجه بتاعته جميل جدا. ودلوقتي بقى هنشوف هنزينه ازاي. دلوقتي عندي شوكولاته بيضه وشوكولاته اللي هي العاديه البني، وكمان فرماسيل بني وفرماسيل الوان وجوز الهند عشان نزين البيتي فور. طبعا انا سيحت الشوكولاته على بخار الميه، وحطيت لها قطعه من الزبده ومعلقه زيت. وبنفس الطريقه سيحت الشوكولاته البني برضو على بخار الميه، وحطيت لها قطعه من الزبده ومعلقه من الزيت، وابتديت ان انا اسيحها على بخار الميه لحد ما بقت بالشكل ده. دلوقتي هنبتدي بقى ان احنا نزين البيتي فور بتاعنا. هاخد بقى طبعا هنا من البيتي فور اللي هو الابيض، هاخد الوردات دي كده، شايفين دي شكل الورده. هبتدي احط بقى من هنا كده شوكولاته بالشكل ده اهو، عشان اقفل عليها. احط عليها كمان واحده شكلها كده ورده كمان اهو بالشكل ده اهو. ممكن تحطي مربى عادي جدا، مربى مشمش او اي مربى عندك تبتدي ان انتي تقفليهم بيها بدل الشوكولاته، بس انا بصراحه بحب ان انا احط شوكولاته بدل المربى. طبعا بقى ده اللي هو الفور الابيض هحطه بقى هنا كده في الشوكولاته البني بالشكل ده كده. تمام اهو. بعد كده هبتدي ان انا احطه في جزء الهند كده عشان يبقى بالشكل ده كده معايا. تمام كده انا عملت واحده، هبتدي اعمل كمان واحده اهو بنفس الطريقه شكل الورده اهو. هحط منه، هحط من الشوكولاته كده عشان ابتدي ان انا الزقهم في بعض بالشكل ده كده. تمام. هاخد كمان شكل ورده زيها وهقفلهم على بعض كده بالشكل ده. المره دي بقى طبعا هحط بقى فيها اللي هو الفرماسيل الالوان كده بدل جوز الهند، تكون بالشكل ده كده معايا حبايب قلبي اهو بالشكل ده كده. كده عملنا 2، واحده بالجوز الهند وواحده بالفرماسيل الالوان. هعمل بقى معاكم النوع التاني اللي هو بالكاكاو اهو. هي دي الشكل اللي هي الوردايه دي. هبتدي بقى بدل ما اعمل الشوكولاته البني هعمل شوكولاته البيضه. هاخد بقى من الشوكولاته البيضه طبعا على اساس ان ده البيتي فور الشوكولاته، فانا هستخدم الشوكولاته البيضه. وزي ما قلت لك ممكن تستخدمي مربى عشان تلزقي بيها البيتي فور عادي جدا اهو. واقفل عليها كمان واحدايه بالشكل ده واحطها في الشوكولاته البيضه. بعد كده ياخد الفرماسيل اللي هو الشوكولاته
بالشكل ده كده. البيتي فورايه جميله جدا اهي. نعمل كمان واحده اهو شايفين. هكمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه كده وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ده كده يا حبايبي بقى البيتي فور بعد ما خلصته زينته كله بالشكل ده بالشوكولاته البيضاء وكمان الشوكولاته البني والفرماسيل الالوان والفرماسيل اللي هو الشوكولاته والجوز الهند. جميل جدا. عايزه اقول لكم طعمه خرافه، جميل جميل، حاجه كده خيال يعني، طعمه جميل جدا. والاجمل من كده ان انت لما بتعملي حاجه في بيتك طبعا بتبقى جميله جدا، تفرحي بيها كده وتفرحي بيها اولادك، ومكوناتها سهله جدا وكمان ضامنه نظافتها وضامنه عاملاها ازاي في بيتك. جميله جميله جدا، احلى من الجاهز بكتير اللي بنجيبه من بره وكمان اوفر بكتير. طعمه رائع رائع جدا. اتمنى حبايب قلبي كده الطريقه تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب واشتراك في القناه، واهم حاجه تضغطوا على زر الاشتراك وكمان تفعلوا الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل فيديو جديد بعمله وبينزل في القناه. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. طبعا الفيديو بتاعنا النهارده بقى هو كده بيتكلم عن نفسه. شايفين السلايم جميل ازاي؟ شايفين قد ايه هو جميل وممتع ومسلي في اللعب وكمان بيمط. شايفين السلايم جميل ازاي؟ سامعين صوته؟ عملناه بمكونات موجوده عندنا في البيت، وشايفين كمان البابلز اللي هو بيعملها. شايفين؟ وكمان بيعمل صوت. ودلوقتي يلا نشوف الطريقه اللي عملنا بيها السلايم الجميل ده كده عشان تنفذوه، وان شاء الله هيبسطكم جدا وهيعجبكم جدا لما تعملوه اهو. يلا دلوقتي معايا عشان نشوف السلايم بتاعنا ده عملناه ازاي. وزي ما شايفين كده دول اسماء اول 3 اجابات صحيحه على سؤال الفيديو اللي فات الفائزين معانا النهارده، نشكرهم جدا طبعا. وتابعوا معايا السؤال في اخر الفيديو ده ان شاء الله، جاوبوا عليه في الكومنتات. ودول كمان اسماء اللي علقوا على الفيديو اللي فات اول ما نزل، متشكره جدا جدا ليهم. ورب دايما يا حبايبي يكون عند حسن ظنكم. وتابعوا معايا النهارده باذن الله. سؤال الحلقه ما تنسوش تجاوبوا عليه، بثبت اول اجابه صحيحه واول 3 اجابات صحيحه تانيين بيكونوا معايا في الفيديو اللي بعد. صحبي وسلم اجمعين. زي ما شايفين كده انا معايا الطبق، واول حاجه هستخدمها عشان اعمل السلايم اللي شفناه الجميل ده، انا هنا معايا كوبايه من الميه فيها ربعها ميه. تمام، زي ما شايفين كده ربعها ميه. هحط كده الميه اللي في الكوبايه بالشكل ده، تقريبا معلقتين من الميه كده. بعد كده المكون التاني هيكون معانا صابون اطباق، اي نوع صابون اطباق هينفع جدا طبعا، مش شرط نوع معين. انا هنا هستخدم البريل لان هو المتوفر عندي. هحط كده تقريبا معلقتين اهو بالشكل ده كده. بعد كده بقى هستخدم معجون الاسنان، ده المكون الثالث بعد ما حطينا الميه وصابون الاطباق. هيكون معايا معجون الاسنان، اي نوع موجود عندكم هينفع جدا، مش شرط نوع معين. انا هنا عشان متوفر عندي كلوز اب فهحط كده تقريبا معلقه منه اهو بالشكل ده كده. بعد كده هبتدي اخلط بقى الصابون والمعجون الاسنان كده في الميه، هقلبهم كويس جدا اهو. طبعا هي صفت معايا ان لون الصابون بتاع الاطباق هو نفس لون المعجون، ودي مجرد صدفه مش اكتر، يعني مش شرط ان انتوا تحطوا نفس اللون. تمام، دي مجرد صدفه ان اللون نفس اللون المعجون هو نفس لون الصابون. فانا طبعا بوضح لكم النقطه دي ان مش شرط ان انا استخدم نفس اللون، يعني لا، هي جت بس كده صدفه معايا كده. تمام، هبتدي بقى كده زي ما شايفين بقلب كل المكونات كلها مع بعض بالشكل ده كده اهو. كده خلاص قلبت المكونات بتاعتي مع بعض. بعد كده بقى هستخدم ايه، ده هيكون معايا سبونشه بالشكل ده كده. اي سبونشه او اسفنجه موجوده عندكم في البيت عاديه جدا تقدروا انتوا تستخدموها، او لو مش متوفر عندكم السبونشه دي ممكن تستخدموا من السبونشه بتاعه الاطباق اللي بتغسلوا بيها الاطباق. تمام، فهبتدي بقى دلوقتي احط كده السبونشه دي كده في قلب السائل بتاعي كده. تمام بالشكل ده كده، بحيث ان هي بتمتص السائل كله اهو. بغمرها كويس جدا في السائل. شايفين بلاحظ كده ان هو بيمتص زي ما شايفين، بصوا كده اهو. والهدف طبعا من الخطوه دي ان انا عايزه اعمل فوم بديل لرغوه الحلاقه، فانا بستخدم السبونشه دي كده في قلب الميه. تمام، فبتديني كده فوم
كل ما بغمرها كل ما بتمتص السائل وبتعمل لي بابلز كده او فوم اهو بالشكل ده. طبعا بنلاحظ كده ان الفوم بتاعي بيزيد كل ما اضغط كده على السفنجه واخليها بتمتص من السائل كده، بتعمل لي فوم عالي جدا اهو. ده كده بديل لرغوه الحلاقه. تمام، يعني الخطوه دي كده بستخدمها عشان استغنى عن رغوه الحلاقه وابتدي ان انا اعمل فوم كده بالشكل ده كده. طريقه جميله جدا اهو وسهله جدا جدا. شايفين الطبق كله معايا اتملى بالفوم وبقى معايا رغوه كتيره جدا اهو بالشكل ده. شايفين اهو كده. هغسل ايدي بقى وارجع لكم تاني بالشكل ده كده. زي ما شايفين الفوم بقى معايا كتير ازاي اهو، بقى معايا فوم كتير جدا ملى الطبق معايا بالشكل ده. بعد كده بقى احط اللون السلايم او اديني اللون السلايم اللي انا حباه. وطبعا اي لون حابينه بقى بتقدروا انتوا تضيفوه. انا هنا معايا اللون الاحمر، لون بودر طعام احمر. هبتدي احط منه كده حاجه بسيطه جدا اهو، وهقلبه بقى بالشكل ده اهو، عشان الفوم بتاعي كده يكون لونه باللون بتاع السلايم اللي هنعمله اهو كده بالشكل ده. شايفين اللون اهو، هو لونه كده هيكون بينك. انا ما حطيتش لون كتير، انا حطيت كميه بسيطه طبعا عشان انا عايزه اللون اللي هو يكون بينك كده، ما يكونش لون غامق. بعد كده بقى هيكون معايا الغيره